بيلينغهام يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد. خضع نجم الوسط الإنجليزي جودي بيلينغهام للفحوصات الطبية التقليدية في نادي ريال مدريد الإسباني تمهيداً للانتقال إليه بشكل رسمي من نادي بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت صحيفة أس الإسبانية أن بيلينغهام اجتاز الفحص الطبي بنجاح ولم تظهر الفحوصات أي مشاكل في الركبة التي كان يعاني فيه اللاعب من إصابة في الفترة الماضية. بيلينغهام ينهي الفحص الطبي بنجاح. وأشار الصحيفة النرويجية إلى أن الإعلان الرسمي من قبل ريال مدريد عن ضم اللاعب ذات مسألة وقت وقد يصدر في خلال الساعات القليلة المقبلة، علما بأن بعض الأعمال الورقية الصغيرة التي تفصل اللاعب عن الانضمام الميرينالي بشكل رسمي. ويصبح بيلينغهام بذلك ثاني أغلى لاعب يشتريه ريال مدريد في تاريخه بقيمة مالية تصل إلى 103 مليون يورو، ويأتي خلف البلجيكي أودين هازارد الذي كلف خزينة لوس بلانكوس 115 مليون يورو لشراء بطاقته من تشيلسي الإنجليزي. بدوره أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن بيلينغهام وقع بالفعل على العقود ليصبح لاعبا في الريال حتى يونيو 2029، مشيرا إلى أن النادي الملكي يخطط لتقديمه في سانتياغو برنابيو أمام الجمهور ووسائل الإعلام في الأسبوع المقبل. Up the city, that's a big move. Niggas, we don't even fuck with getting M's too. Just know we could cut that off again too. Sparkle up the wrist, now that's a big move. Things going